أعزائي الكرام، سلام الله عليكم. اليوم غادي ننزل لكم هذا الفيديو اللي غادي نوري لكم فيه بأنه التايمين اللي دخلت فيه في التداول، فإلا شديتو الإخوان على الأربع ساعات غادي تقول لي بأن هذا قاع، يعني ما خصنيش ندخل فيه في التداول. فعلا يعني قاع هنا راه خص يكون شراء، ولكن الفكرة اللي خص تاخذوها بعين الاعتبار الإخوان هو أن الاتجاه الآن عندي في الهبوط، يعني البيع غتقول لي من القمة فعلا، ولكن أنا بعت من القاع لأن أنا جيت في هذا الوقت لقيت السعر وصل هنا. درت الدراسة ديالي التايمين ديال السعر على الديلي، لقيت اتجاه هابط، ولكن هنا منطقة دعم قوية. على الأسبوعي منطقة دعم قوية، الأربع ساعات منطقة دعم. أنا اعتمدت على مجموعة من المعطيات. أولا المعطى الأول هو أنني كنشوف بأنه الشمعة هذه اللي سدات ديال الأربع ساعات هي شمعة ذات حجم كبير، هذا معطى أول. إذن عندي فرصة البيع هنا. إذن هذا معطى أول فين غنقوم بعملية البيع. إلا جيت على المستوى الساعة كنشوف بأنه عملية البيع ديالي اللي غتكون هو بالقرب من هاد الشمعة الخضراء. فعلا موفين افريج باقي عندي بعيد هنايا، اذا ما غنتسناش انا حتى يطلع الموفين افريج عندي نبيع. اللهم غنجي على المستوى، لانه ما دمت انا الان عندي يعني 4 و45 دقيقة، اذا غنجي لعند 5 دقائق وغادي نشوف 5 دقائق. لقيت بانه قريب من الموفين افريج، الدقيقة عطياني كاين تماس. اذا هنا فرصة ديال الدخول فين غيكون؟ اذا تنشوف انا الشمعة او الشموع اللي داروا لي واحد الحركة قوية. اذا كما قلت لكم هذه هي المعطيات اللي كنعتمد عليها بالضبط. ممكن انني ننتظر مثلا تجيني اشاره مثل هاد الشمعه واللي سدات، كتعطيني اشاره كندخل في عمليه البيع، واكيد ان الصفقه غتكون ناجحه 100%. اذا غادي نلقاكم. اذا كما تلاحظون متابعي الكرام، احنا الان متابعين لهذه الصفقه. نحن الآن نتابع هذه الصفقة. الآن تقريبا لاحظوا معي جيدا، يعني 211 النقطة، ومازال موصلناش للهدف ديالنا، لأن الهدف اللي حاطنا الآن هو هدف يومي بامتياز، لأنه كنتظر أن هاد الشمع تسد بنجاح في تحت هذه المنطقة. إذا نتابع عن كتب نجاح هذه الصفقة اللي غتكون فيها تقريبا 400 بيب، يعني نقطة 960 نقطة تقريبا، غتكون إن شاء الله كلها ناجحة. إذا غادي نوفيكم بكل الأخبار
متعلقة بهذه الصفقة. إلا كنتو بغيت تتبعونا على مباشر ما يمكن لكم إلا تكاتبوني في القناة ديالي في التعليق. أنا ذاك ممكن أنني نقوم بالمباشر ونعطيكم الوقت الدخول ووقت الخروج، فسأعود إليكم ريثما تتم هذه الصفقة إن شاء الله بنجاح. إذا الإخوان، بعد طول الانتظار وبعدما عاد السعر أو الزوج، فقد قمت بالدخول في صفقة جديدة في هذا المستوى، على مستوى الساعة. الآن هي في توتر التحقيق، لأنه الأمور سهلة. التريدين ماشي شي حاجة الإخوان اللي صعيبة، فقط تثق في القدرات ديالك، تعرف اشنو كيطلب في التداول تجاه هذا الزوج، الحجم متداولين. هذا أمور جوج، نعطيك جوج بيانات أو جوج ديال المؤشرات تخدم عليهم. تخدم على الموفين افريج وتخدم على الفوليوم. ملي كنقول الفوليوم، راه كتشوف الفوليوم على المستوى مثلا 5 دقائق، 4 ساعات، الساعة، اليومي. المهم عندك كل المسائل ديال العمل، بالإضافة إلى دوك الأحداث الماكرو اقتصادية اللي كتوقع واللي كتأثر بشكل كبير على الأزواج. هادو هما الإخوان الأمور اللي خاصكم تخدموا عليها. نتمنى أن هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. متبخلوش علينا بزر لايك والانخراط في القناة باش يوصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد. فكما كتشوفوا هذا فهو الآن على وشك أن يتحقق. الهدف الديلي فهو لا زال طويل، لأنه غيكون واحد الغوبوند عندما تقفل الشمعة ديال اليومي، تقفل غيكون واحد الغوبوند عاد تكمل الهبوط ديالها. نشوفوا هادشي إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.